هدايا من العراق ومن نص بغداد. وأجمل الهدايا عندي ألذ الحلويات وهي المن السما والقهوة الخليجية والتمر الهندي ونوع ملبس مع طياب كتير حلوين. كيف ومن وين؟ أنا اليوم جاي رفيقتي من العراق وما بعرف ليش أغلب رفقاتي عراقيات. طبعا أكتر الناس مسافرين بالصيف فكان عندها مناسبة لهيك أنا تأخرت بزيارتي لعندها. سبحان الله نحن قد ما بنقول ما بقى بدنا نهدي هدايا ولا بننهدى بس ما بنقدر لأني عن جد هادوا تحاب والهدية بتعبر عن المودة والمحبة والتقدير. الحلو انه هي مجهزة كل شي والبيت رايق من غير اصوات ومن غير شوشرة اولاد. منظر الطاولة عن جد شي بيفتح النفس، مرتبة كتير ومجهزة كل شي. حبيت صور لكم شوي من الرواق الموجود بالصالون وهي حاطة على كاظم الساهر، يعني بتحسسك انه عن جد انه انت ببيت عراقي. غير اني انا كنت بمدينة بسوريا جيران العراق كبرنا على أغاني كاظم الساهر وهيثم يوسف حاتم العراقي، وأهم شيء قناة الشباب كانت من أقوى القنوات بالنسبة لنا وكان فيها كل شيء بدنا إياه من أفلام من أغاني من مسلسلات. يا محلى هديك الأيام. أكيد بعد ما تسلينا وقعدنا كنا كذا وحدة وقت طلعت عطتني هدية، عطتني إلي ولكل رفقاتي فانبسطت كتير. والحلو إنه في ماركت إلسي وكيكي بالعراق، فأنا أكيد ما صبرت لأوصل على البيت لساتني بالسيارة فتحت الكيس وشفت شو هن الهدايا وكتير انبسطت. حبيبتي بيودة خجلتيني عن جد، كتير كانوا حلوين وبتشكرك كتير كتير على الهدايا. لموضوع فتح الهدايا بالسيارة، قبل بيوم كمان أنا كنت زايرة عند حجة جاي من الحج. مثل ما حكيت كل الناس تكون مسافرة بالصيف فنحن وقت اللي يرجعوا من السفر نروح نعمل زياراتنا. كانوا عاملين أجواء حلوة للحجاج مع تزيين البيت بس ما بعرف ليش بهذا اليوم ما صورت. المهم الهدايا اللي اجتني من الحجة فتحتهم كمان بالسيارة، هدايا كتير حلوين. وتذكرت أيام سوريا وقت كان يجوا الناس أو الحجاج ويعطونا الهدايا الحلوة اللي هي مسابح وسواك وكمان قلابية. إن شاء الله حج مبرور وسعي مشكور وعقبال عند كل حدا مشتهي يزور الكعبة ويعمل الحج. نهاركم سعيد، باي باي.